بتبدأ الأحداث إننا بنشوف شخص اسمه ريد في سفينة فضاء، وبنشوفه بيتكلم مع المساعد الإلكتروني اللي بيكون عايزه يوقف اللي بيعمله، وبنعرف إنه داخل على ثقب دودي. بس ريد بيرفض إنه يسمع الكلام، ومرة واحدة بيبدأ يضرب نار على سفينة تانية، وبيحصل شوية أكشن كده على الماشي، وفي الآخر بيقدر يفتح الثقب الدودي وبيعدي منه. وبعد كده بنشوف طفل في مدرسة وبنعرف إنه اسمه آدم، وبيكون في شوية عيال بيجروا وراه وواحد منهم بيضربه، وبنعرف ان في واحد منهم اسمه تشاك والتاني اسمه راي. وبنلاحظ كمان ان ادم مريض وبيستخدم بخاخة. وبعد كده بنشوف ريد، ودي تبقى ام ادم، وبتروح لمدير المدرسة وبتزعق معاه على اللي حصل، وبنعرف ان ادم ابوه مات من سنة. وبعد كده بنشوف ريد بتتكلم مع ادم وبتعنفه، وبنفهم ان ادم كان متعلق بابوه. وبعدها بنشوف ان ريد بتلبس فستان شيك وبتخرج، وبيفتكر ادم انها رايحه تقابل حد وكده، وبتاكد رد على ادم انه لازم ينام بدري وانه ما ينفعش يسهر على الجهاز بتاعه. بس ادم مش بيسمع الكلام وبيفضل سهران على الجهاز بتاعه لحد ما النور بيقطع. وبعد كده بيلاحظ ادم الكلب بتاعه بينزل على جنينه البيت، وبينزل ادم وراه، وبيتفاجئ ادم ان باب الجراج مفتوح، وعلى طول بيروح على الجراج. وهنا بقى بيلاقي شخص غريب قدامه في الجراج، وبيساله ادم انت دخلت هنا ازاي، وبيقول له ان الباب كان مفتوح. بس ادم بيقول له لا، الباب كان مقفول، وان انت لابس لبس طيار ليه، وبيساله انت طيار. وبنفهم ان الشخص ده الغريب ده اسمه ريد. وريد بيبدا يسال ادم عن عمره، وادم بيقول له ان عنده 12 سنه. وبيحاول ادم ان يرفع المضرب بتاعه عشان يدافع عن نفسه، لكن هو بيقول له خلي ايدك جنبك وما تتصلش بحد. وبيستغرب ادم انه عارف كويس جدا البيت، وبيروح للتلاجة عشان يجيب حاجه ياكلها. الواد ريد ده غريب قوي يا جدع، جاي من الفضاء ياكل عندنا ولا ايه؟ المهم بعد كده بيطلع لفوق عشان يحط حاجه على الجرح بتاعه. بس ادم بيساله تاني ازاي انت عارف مكان كل حاجه في البيت، وبيحاول تاني ادم ان يرفع عليه المضرب عشان يضربه بيه. وريد بينادي على ادم باسمه وبيقول له ان يهدى ويبطل اللي بيعمله، وكمان بيعرفه انه مش جاي عشان يأذيه. بس ادم بيستغرب جدا وبيساله انت عارف اسمي منين. وهنا بقى ريد بيتكلم وبيقول له ان اسمه ادم لويس ريد ومامته هي ريد. وبعد كده بيلاحظ ادم انه لابس نفس ساعه والده، وبيعرف ادم انه هو واقف قدام نفسه في المستقبل. وبيكون ريد خافي مركبه الفضاء بتاعته في الغابه، عشان المركبه بتقرا الحمض النووي فبتعرف اي شخص مصاب. فبيطلب ريد ان ادم يدوس على الزرار بتاع المركبه عشان هما نفس الحمض النووي، وبتظهر المركبة قدامه، وبيظهر منها جزء عشان يطلعوا عليها. وبيجهز رد المركبة عشان تصلح نفسها تاني، عشان كان نفسه يرجع 2018 عشان ينقذ حد معين. وادم بيساله رد ان كده مستقبله هيتغير، بس رد بيبصله بيقوله ان مستقبله اسود في الحالتين. تقريبا كان فاكر نفسه عبد الحليم حافظ لما كان بيقول طريقك مسدود مسدود يا ولدي. المهم بنشوف رد بيرجع للجراج عشان يرتاح شويه عقبال لما المركبه تصلح نفسها، وبيطلب رد من ادم ان يرجع البيت عشان مامته لما ترجع ما تلاحظش حاجه، وبيطلب منه ان ما يقولش لمامته اي حاجه. بيرجع ادم البيت وبيبين لامه انه ما حصلش اي حاجه، وبيطلع ينام للصبح. وبيصحى تاني يوم يلاقي امه متاخره على الشغل بسبب الفواتير اللي بتحضرها عشان تدفع، وبتطلب منه ان يكلمها لو احتاج منها اي حاجه. بس ادم بيقول لها انه مش محتاج حاجه، وبتتضايق امه من طريقته معاها. بيروح ادم على الجراج وبيلاقي رد محتاج يروح صيدليه عشان الجرح بتاعه، وبيعرض عليه ادم ان ياخد هدوم من بتاعه ابوه. وبيطلع فعلا على اوضه ابوه، وبيفتح رد الدولاب وبيلاقي هدومه زي ما هي في الدولاب. وبيقول له ادم ان امه ما عندهاش وقت تهتم وتشيل الهدوم. بس رد بيلوم على ادم وبيقول له كفايه ان هي كل يوم بتقوم الصبح تشوف هدوم جوزها قدامها. وبيروح ادم ورد على الصيدليه علشان يشتروا علاج علشان الجرح بتاع رد ملتهب. ولما بيطلع بيلاقي ري ماسك ادم عشان يضربه، ورد بيقول لادم ان ري هيفضل طول عمره يتنمر عليه ويضربه، وبيقول له ان لازم يقف قصاده. وبيحاول ادم ان يضرب ري فبينضرب تاني، وبيهرب ادم من الخناقه وبيجري وهو بيعيط اللي هو جبتك يا عبد المعين عشان تعيني، لقيتك اصلا عايز تتعان. المهم فبيقوم رد يتعرض لري وبيضربه وبيهدده ان لو اتعرض تاني لادم هيقتله. وبيرجع رد على البيت وبيلاقي ادم في الجراج وبيفتش في الشنطه بتاعت رد اللي مليانه حاجات من المستقبل، وبيلاقي ادم تليفون في الشنطه عليه صوره واحده. فبيساله مين دي، وبيقوله انها لورا مراته بس ماتت، وبيسيبه رد وهو حزين وبيروح لمكان يريح فيه. وبيشوف هناك رد ام ادم وبتكون بتتكلم مع عامل البار، وبتقوله ان التعامل مع المراهقين بيكون صعب جدا. وبنشوف ان رد بيرد عليها وبيقول لها انه بيعاني من نفس الموضوع مع ابنه. وبنشوف ام ادم بتقوله ان ادم موت ابوه مأثر فيه جدا وانها بتحاول تتماسك قدامه. فبيرد عليها رد وبيقول لها انه ممكن يكون هو ده السبب، وان لازم تحسس ابنها ان موت ابوه فارق معاها. وفجأة بيختفي رد من قدامها وبيروح لادم ياكل معاه بنفس الطريقة علشان هما الاتنين واحد طبعا. وبيحكي ان ازاي قابل لورا مراته لما دخلت معاه الاكاديمية بالغلط، وبيعرض عليها ان يوصلها، وبيرجع الزمن ل 2018 انها سافرت وما رجعتش من تاني. ولكن بيقول ان كان في سبب وراء اختفاء
اختفاء مراته، وبيشك في مايا شريكة لويس أبوه، وخصوصا إنها بقت غنية جدا بعد موت أبوه، وبيشك إنها سرقت تقنية أبوه اللي كانت السبب في السفر عبر الزمن، وأكيد لورا مسكت دليل عليها علشان كده عايزة تخلص عليها. وفجأة بيحس ريد بحركة غريبة في البيت، وبيحاول يجهز نفسه هو وآدم علشان يهربوا، وفجأة بيهجم على البيت حراس تبع مايا، وبيحاولوا يقبضوا على ريد وبيحاولوا يحاصروه، ومش بيقدر عليهم حتى بأحسن المعدات اللي معاه. وبتظهر لورا وبيظهر 2 حراس من المركبة بتاعته، وبيحاول حراس مايا الهروب وسط الغابة بين الأشجار. ولما بيهربوا بيوصلوا بيت لورا، بتقول لهم إنها رجعت 2018 لأنها اكتشفت إن كان في رحلة ل 2018 قبلها، وإن المفروض إن مفيش حد سافر. وساعتها اتأكدت إن كان في تلاعب في السجلات، واكتشفت إن الطيارة دي كانت مع مايا نفسها، وقدرت إنها تحدد إن مايا رجعت لسنة 2018 شهر نوفمبر لحظة اختراع لويس جهاز مسارع الجزيئات المغناطيسي. وأكيد إنها رجعت عشان تدي لنفسها معلومات تساعدها في سرقة المركبة نفسها، وإنها فضلت في 2018 كلها محبوسة لأن المركبة بتاعتها اتدمرت، وإنها فضلت عايشة لوحدها 4 سنين، وإنها ما صدقت إنها لقيت ريد واتقابلوا، وإن الحل الوحيد إن المخطط بتاع مايا يفشل، لأن ريد لازم يرجع لسنة 2018 ويدمر اختراع أبوه تماما علشان ينقذوا العالم من أنانية مايا ويمنعوا السفر عبر الزمن. وهي مش هتنفع ترجع معاه علشان المركبة بتاعته بتشتغل بالحمض النووي بتاعه بس، وممنوع أي حد تاني يركب معاه عشان المركبة مش هتشتغل. بس ريد بيرفض عشان لو غير الماضي هيغير المستقبل، وساعتها مش هيعرف يقابل لورا أبدا. وبعد كده بنشوف لويس بيسحب القرص الصلب فعلا، وفجأة بتظهر مايا وبتقول للويس إنه ما شافوش بعض من فترة كبيرة. وفجأة بتقول مايا لويس أنت جاي تدمر كل اللي عملناه، وبتقول له إحنا كنا هنغير العالم من حوالينا. وبعد كده بنشوف مايا بتطلب القرص الصلب من ريد، وطبعا ريد بيقول لها لأ. وفجأة بتروح مايا وبتجيب آدم في إيديها وبتهدد ريد إنها تقتله بالمسدس لو ما خدتش منه القرص الصلب. وبنشوف برضه ريد بيرفض يديها القرص الصلب، وبنشوف آدم بيتعصب قوي على ريد وبيقول له اديها القرص، وبيغمز ريد لآدم بعينه. وفجأة بنشوف آدم بيزق ايد مايا بالمسدس وبيخترق العزل المغناطيسي. وبعد كده بنشوف انهم بيفعلوا بروتوكول الطوارئ. وبعد كده بنشوف كريسون بيحاول ياخد القرص الصلب من الريد، لكن بيموت كريسون وبيسيب قوة المجال المغناطيسي. مش بيعرف لانه بيكون بيسحب كل شيء معدن. وبنشوف كمان ان بيسحب المسدس من ايد مايا، بس مايا بيكون معاها واحد تاني مش معدن، ذكية قوي البنت دي. المهم بتحاول مايا توجه السلاح اللي معاها على لويس عشان يديها القرص الصلب، وبنشوف فعلا مايا بتضرب نار على لويس. وبنشوف ان بسبب قوى المجال المغناطيسي لان الرصاصة فيها معدن، فجأة الرصاصة بتروح لمايا وبتموت مايا 2050. وبنشوف برضو ان مايا بتموت هي كمان عشان هما الاتنين واحد. وبيعرف آدم انه بكده هيموت في المستقبل. وبعد كده بيكون قدامه 10 ثواني للخروج من المفاعل، وبيجري لويس وريد وآدم وبالعافية بيقدروا يطلعوا منه آخر لحظة. وفي الآخر بنشوف لويس اللي بيلعب مع آدم وريد، وبعد كده بنشوفهم بيفترقوا لما بيختفي آدم وريد من قدامه. وبنشوف كمان ان آدم بيعرف قيمة أمه وبيحبها وبيحضنها قبل ما يمشي على المدرسة. وفي الآخر بنشوف ان ريد بيكون معاه لورا مراته وبيخرجوا مع بعض، وانه ما خسرهاش زي ما كان فاكر. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.